لو عندك هدوم قديمه وفيها حتت تطريز، تعالى اقول لك هنعمل منها ايه ونخلعها من حاجه جديده ونعيد تدويرها ونخليها على عبايه جديده زي ما انتم شايفين كده. تمام. نصلي على الرسول الاول ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عندنا كان عبايه فيها التطريز ده او فستان بس من زمان قوي ومحطوط عليه الاباليك دي، فاحنا قلنا ايه هنخلعناها وقلنا هنعمل منها هنعيد تدويرها ونخليها حاجه جديده. عبايه استقبال، عبايه تقدري تنزلي بيها حتت قريبه منك، وبالذات ان هي هنعمل عليها ايه حاجه سودا، يعني عبايه سودا تقدري تنزلي بيها حتت قريبه من البيت تقضي بقى طلباتك. تمام. الحاجات دي احنا خلعناها وبنفس هي شكلها كده، مش هنغير من شكلها حاجه، زي ما هي كده ونفس تشطيبها ونفس كل حاجه، بس الفيديو ده فيه حتت فنيه كويسه وطريقه تشطيب جديده اول مره انا اعملها على القناه هنا. خليكم معايا ان شاء الله هتستفيدوا من الفيديو ده باذن الله. احنا الاول جبنا هنا 3 متر قماش عامل زي قماش المراسي بتاع عبايات اللي هي الكرداسه، بس حاجه قريبه منها يعني وكده. تمام. اولا صاحبه الموديل ده مدام كده مليانه، فبتحب الحاجات واسعه ومنتقبه، وكمان لظروف صحيه عندها دراع اكبر من دراع، فاحنا هنعمل مقاسات كبيره. تمام. احنا عملنا ايه عرض القماش ده 1.5 متر، فاحنا طبقنا القماش على 4 بس خلينا البورسون عند الديل وبورسون عند الكتف من فوق. تمام. يعني خدنا العرض بتاع القماش خدناه طول وطبقناه على 4. ازاي قد ايه المقاس اللي احنا هنطبقه عليه؟ هناخد ربع دوران اكبر حجم زائد المسافه بتاع 10 سم كده زاد عشان وسع الديل من تحت. تمام. احنا هنا بقى ايه هناخد من اول البورسون من فوق، هناخد النص عرض الظهر اللي هو عندنا 22 سم عشان هي مليانه، وهننزل 3 سم و8 سم بتوع ايه بتوع حرة الرقبه. احنا هنعمل على اساس الرقبه الخلفيه وبعد كده هنعمل التعديلات بتاعتنا. تمام كده. احنا عملنا اول حاجه وهنقيس برضك على الاباليك اللي عندنا اهي، هنعمل حرة الرقبه والميل الكتف وبعد كده هنقيسها نلاقيها بالظبط هي ايه. ده برضو زي التأكيد انا طبعا قايساها قبل ما ابتدي اخد، بس انا بوريها لكم قدامكم ان المقاسات بتاعتنا بتبقى مظبوطه ازاي. تمام. انا هنا اهو بقيس طول السفره اللي فوق على اساس ان انا ايه هشوف طول الوسط هيبقى تحت الوسط بقد ايه، عشان انا هحط شريط الطويل ده اللي كان فيه الحبل ده هيبقى من الجنبين. تمام. ونقيس برضك ايه حرة الرقبه تاني هي بتاعت الخلف نفس المقاس، بس احنا هنعدلها كده بسيطه عشان تبقى على قدها. انا حريصه ان انا ابقى على قد الابليكه اللي معايا، مجبره ان انا على قدها بالظبط. باخد هنا طول حرز الجيرو هنعملها 24 سنتي او 25 سنتي ايا كان، لان هي كل ما تبقى واسعه احسن، لان انا هوديها لها معموله ومتشطبه واكن حاجه جاهزه رايحه لها، وبعد كده هي عايزه تظبط في المكان اللي هي موجوده فيه. تمام. بناخد ربع دوران الصدر، وبعد كده بننزل خط عمودي من الكتف من فوق على الخط الصدر ونعمل الدوران بتاعت ايه حردة الجيرو. بنقيس هنا طول الوسط، احنا عندنا هنا طول الوسط 50 وننزل 18 سنتي، هي مليانه بس مش طويله، 18 سنتي طول الهب. وعايزه اقول لكم عشان هي مليانه ومش طويله فعشان كده انا عملت لها اللون الاسود عليها، كان ممكن اعمل البني عشان هو التطريز ذهبي على الحروف الصغيره دي بني، بس عشان هي جسمها ما يبينش، فانتوا عارفين ان اللون الاسود بيلم الجسم. ونعمل بقى كده ناخد ربع دوران الهب ونوصل خط دغري على طول كده عشان انا مش عايزه تجسيمه. تمام. وامده لتحت على الوسع كل اللي انا عايزاه اللي هو عند الديل، وبعد كده اخد ايه مسافات الخياطه. اجي هنا بقى حردة الباط انا بدخل سنتي شويه لجوه وبس، انا هقص على اساس ايه على اساس الخلف اللي انا مش هدخل لجوه السنت اللي انا عملته ده. هتشوفوا دلوقتي اهو بعيد عنه ايه وقصيت كده وهقصها كلها. العبايه هي القصه بتاعتها او الباترون بتاعها بسيط جدا، هو الشغل كله في العبايه دي على التطريز على اللون الاسود شكله ايه. تمام. انما مقاساتنا عادي خالص، وبالذات احنا كمان سايبينه وسع ومسافات زي ما يكون ايه الحاجه الجاهزه اللي انت بتجيبيها ساعات بتبقى واسعه وانت تظبطي على مقاسك انت لو حاجه عجباكي، فهي مجبره ان هي عندها التطريز ده.
انا هنا بعمل التعديلات، شلت الامام عن الخلف وبعمل علامه عشان ابين الظهر من الوش بتاع القماش، عشان ما يبقاش فيه اختلاف في ميه اللون لدرجه الاسود. وبعمل التعديلات بتاعتي كده في الامام اللي هي من الكتف وحرة الرقبه اللي انا كده كده عاملاها وحرة الجيرو. انا هنا بقى هعمل الكم هنا في تطريزه، التطريزه دي اللي هي نازله بالكم الاسباني اللي هو نازل على واسع، فانا هاخد الكم لحد الطول. يعني ايه اللي انا عايزاه؟ الكم لو 60 والابليكه دي مثلا 20 او 15 بطرحها من ال60، والباقي ال60 ده اللي انا هعمل بيه الكم اللي انا بقصه دلوقتي. طبقت على اوسع ايه الوسع اللي هو ال2 سنتي اللي انا بزودهم على طول حاره الجيرو. انا عاملاها على 24، فانا هعملها هنا على 26. لو القماش معاكوا عايزه تزودي زودي براحتك. انا هنا هو اظبطه القماش. وطبعا انا حتى كمان عامله دوران المعصم عندها عشان هي ما شاء الله مليانه، فدورانه عاملاه برده واسع. وقسته على الاسوره او على الابليكه لقيتها ايه هي على قد مقاسها، ادي المسافه اهي. ودي سايباها وسع لجوه برده احتياطي لربما هي تعوزه. تمام. هعمل بقى ايه التطريزه دي؟ انا هعملها ليها بطانه سودا عشان لو هي حبت تقلبها لفوق قلاب كده يبقى فيها بطانه سودا متشطبه. لو هي عايزاها طويله يبقى برضو تبقى ناعمه على ايديها، ما تكونش خشنه، عشان الظهر التطريزه بيبقى خيوط فضيه او ذهبيه او خيوط اللي هي خشنه شويه. تمام. انا بقص على قدها كده زي ما انتم شايفين، اعملها مربعه وبعد كده اقصقص انا براحتي الزياده. بعملها على وسع الطرف بتاع الكم من التطريزه من قدام زي ما انتم شايفين كده. لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. معلش ان انا كنت بتكلم اللي انا بكلم لكم بسرعه، بس على اساس ان انا يبقى كلامي ماشي مع الصوره، عشان انا مسرعاه سيكه شويه يعني عشان ما يطولش الفيديو عليكم. ادي اهو بعد ما قصيت الشكل هيبقى بالمنظر ده كده. الصدر اهو وتحتيه بمسافه. هعمل الابليكه دي عشان ده الرباط ده برضو هستعمل له، ما شلتش حاجه من من التطريز خالص، عشان هي هتبقى تربطه تكسمها مع نفسها زي ما هي عايزه بالحبلين ده. هيبقى تطريزه ورا وتطريزه قدام من عند الوسط. تمام. اول حاجه بقى هنعمل ايه؟ ادي الظهر اهو بتاع القماش، هاجي احط عليه الوش على الظهر، الوش التطريزه على الظهر بتاع القماش، وامشي كده على الايه على الفتحه اللي معموله في الابليكه بالظبط اللي هي الرقبه والفتحه دي كمان. وعايزه اقول لكم هي كانت متسابه على الموديل اللي هي كانت عليه، بس هي للاسف هي مديني التطريز من غير ما توريني ان هو كان قبل ما تفكه ازاي من على الموديل بتاعه الاصلي. فهي كانت معموله فتحه اللي هي فتحه الصدر اللي انا هحط فيها السوسته دلوقتي، كانت مفتوحه فتحه كده ومتسابه. تمام. عشان هي كده كده بتلبس طرح كبيره فكده كده مش باينه يعني. فانا كده بمشي على الدوران بتاع التطريزه اللي هي الابليكه، بمشي عليها كده مع ايه مع القماشه السوداء بالظبط. بعد ما عملت ضمنت الدوران اجي اعمل ايه بقى؟ الفتحه دي همشي بردك عليها كده بدوران بسيط من تحت، بحيث ان انا ايه تبقى مشطبه نفسها عشان احط السوسته على الجاهز او على نظافه زي ما بيقولوا. تمام. هي هتستعملها يعني جلابيه استقبال بيتي حاجه زي كده، فعشان كده حطيت لها سوسته سودا عاديه اللي هي ال20. بس هي لو كانت عايزاها ممكن هي حتى كمان تشيلها بسهوله وتركب غيرها حاجه فيها فصوص، سوسته فيها السنون بتاعتها لون غير السوسته القماشه بتاعت السوسته براحتها خالص. انا بفتح كده القماش وبوص الزيادات عشان لما اجي اقلب السفره دي تبقى سلسه معايا ومش مكلكعه زي ما انتم شايفين كده. اروح شقاها، انا بشيل الزياده الاول بعد كده اشقها، عشان لو سبت الزياده وشقيت عقبال ما اقلبها تكلكع زي الحته الصغيره اللي انا قصيتها كده في الزاويه، عشان ما تكلكعش معايا وتبقى تخينه. تمام. ادي بقلبها اهو وهتبقى بالمنظر ده كده بعد ما افردها واثبتها خياطه من عند من فوق على الحرف كده بتاع الرقبه. هنا بقى هشطبها ازاي؟ بتوع الجلاليب الجاهزه بتبقى حوالين السفره الذهبي دي معموله اوفر،
ومدارينها بشريط كده زينة، اللي هو فيه بيبقى الفل الصغير او اي شكل كلفة بيحطها على الحرف. انا مش هحط اي حاجة لان هي صاحبتها دي تيتا، فتيتا مش عايزة ايه، عايزة في اي حاجة شخلعة زي ما بيقولوا كده، او حرف صغير اللي هو البونبون الصغير او اي كلفة. فانا هتنيها تانية صغيرة بعد ما بلف كده على الحرف بتاع الرقبة وعلى المكان السوستة، هتنيها تانية صغيرة من على الحروف المربعة دي كلها زي ما انتم ما هتشوفوا دلوقتي اهو. قبل ما اركب السوستة اروح انا مثبتة كده الحرف صغير بتاع نص سنتي كده، بتنيه لجوه وامشي عليه بالخياطة. على فكرة ان الخيط انا عاملاه اللي فوق المكنة البقرة بيبقى لونها الذهبي اللي هو زي اللون التطريزة عسلي كده، لكن اللي هي تحت في المكوك اللي من تحت المكنة ده عاملاه اسود، عشان برضك ما يبقاش تحت وفوق، يبقى فوق اسود وتحت اسود او الاتنين ايه ذهبي، عشان لما تيجي تقلب العباية من جوه يبقى الفينش بتاعها برضك ان هي ايه نفس لون القماش. تمام كده احنا طبقنا تانينا الحروف وخيطناها، وكده يعتبر ايه ثبتنا السفرة بطريقة شياكة والخياطة على الحرف خالص. هنيجي نعمل هنا بقى ايه السوستة. انا هنا بعمل ده كله للاول، كل جزء من العباية يعني الامام والخلف منفصلين لسه ما شبكتهمش. اي شغل في الامام او الخلف لازم اخلصه الاول، يعني مسكت الامام اخلص الشغل اللي فيه كله، بعد كده اجي اعمل الخلف اخلص الشغل اللي فيه كله برضو، بعدين عايزه الزقهم مع بعض الزقهم بقى. تمام انا هنا اهو السوسته بتني الحرف اللي فوق اللي هو القماشه اللي هي على الطرف فوق، وبعد كده اخيطها بالظبط زي ما انتم شايفين كده خياطه تانية بين السوسته، يعني انا عايزه ابين السوسته السوداء في وسط الذهبي دون، فهتبقى شكلها حلو اهي زي ما انتم شايفين كده. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ان شاء الله. ايه رايكم؟ عايزه اسيبها مفتوحه براحتها، وتنفع كمان ايه لو الاباليك دي عايزه تعملها مثلا هي صاحبه الحاجه اللي مرات ابنها لبنتها او حاجه زي كده بترضع ولا الكلام ده، تبقى السوسته حلوه قوي فيها. انا هنا جايه بقى ايه للخلف. الخلف هنا بقى ركزوا فيه قوي. انا هنا بحط ايه الوش على الظهر، وش ترز على الظهر زي ما عملنا في الامام. بخيط ايه الرقبه بس، الرقبه بس اخيطها. الخطوه اللي جايه دي ركزوا فيها قوي. تمام انا هنا بقى في طريقه، في ناس بتعملها ايه بعد ما بطبق كده واتنيها وادبسها الاول عشان تبقى مظبوطه. في ناس بتجيب الامام على الخلف كده، الوش على الوش، وتخيطها من الكتاف. طب بتخيطها من الكتاف ما عندي في الطرف هنا هتبقى باينه، حتى لو عملتها اوفر وتنتها تبقى شكلها مش حلو. اروح انا عامله ايه، اقلب الامام على الظهر كده واجيب الظهر على الظهر زي ما انتوا شايفين كده. ركزوا شويه، بجيب كده البدن الاسود ده على الامام اللي هو متخيط فيه الكتف من فوق عند التطريزه، واظبطهم كده بالظبط الناحيتين وادبسهم. ليه بقى؟ عشان لما اجي اقلب الظهر التطريز الخلف احطه على الامام كده، واظبط الحته اللي هي البوزه الصغيره اللي على الطرف اللي هي دوران الحرده، واجي من على الطرف كده. بصوا هتنيها زي ما تانيه السفره الاماميه، يبقى سنتي كده او نص سنتي تانيه لجوه كده اهو. اروح انا مخيطه الكتف عادي خالص، واجي عند التطريزه اللي هي المقلوبه دي اروح تانيه بتاع نص سنتي كده، اروح مخيطه اتني حته صغيره كده، اظبط الاتنين على قد بعض كده من عند البوزه اللي هي من فوق دي كده واظبط الاتنين على قد بعض، بحيث لما اجي اقلبها يبقى السفره اكنها ورا وقدام حته واحده. هتعرفوا انا قصدي ايه دلوقتي. اجي بقى اهو بصوا بالمنظر ده، بصوا الاتنين على قد بعض كده اهو. هنا بقى بصوا هنا هيبقى ايه، لو انا قلبتها على الوش كده هيبقى فيه الكتف ده، بقيت الكتف ده بارز لفوق الخياطه، ودي كده مش صح. فانا اروح انا شقه من اخر التطريز كده، دي بقى الفكره الجديده. اروح شقاها كده واروح فاتحه الخياطه اللي انا عملتها على الجزء الاسود، بس على الجزء الاسود انا شقتها، وقلت الاول عشان قبل ما اقلبها اكون مظبطه السفره اهي. اعمل كده واتنيها كمربع زي الامام بالظبط، اخيط حواليها كلها
الخطوه بتاعت شق الكتف الجزء الاسود دي جديده، انا اول مره اعملها عشان اول مره اعمل السفره اللي هي بيبقى مشطبه نفسها بنفسها الامام والخلف. دايما بنعمل السجاف ورا قدام في حتت صغيره بتبقى من الخلف من جوه، مش ضروري الخياطه بتاعت الكتف باينه، انما من بره على اللطش كده السفره. فدي اول مره انا ايه هعملها، حته الشق الصغيره بتاعت الجزء الاسود اللي انتوا هتشوفوا دلوقتي، اللي انا ايه عايزه افك بقى الجزء ده. فكيته اهو واروح قلباه لجوه، قلباه لجوه. يبقى انا استفدت بايه؟ ان انا عملت السفره بطريقه نظيفه، وفي نفس الوقت عالجت ايه الكتف اللي كان بارز خياطته من بره، لا انا عملته من جوه كانها ايه طبيعيه خالص زي الكتف اللي انا بعمله. بصوا بقى يبقى شكلها ازاي. انا كده السفره متشطبه، والبص الخطوط جايه مع بعض بالظبط، البدايه والنهايه بتاعت الايه خياطه السفره. اعمل الكتف التاني كده زي ما انتم شايفين اهو، بشقها لغايه قبل الخياطه بملي، عشان لما اجي اقلب الحته اللي انا قصيتها دي اقلبها تبقى مريحه معايا ومش باينه ان فيها كلكعه ولا فيها شده لما باجي اعدلها. تمام اهو، بصوا لا فيها شده ولا فيها اي حاجه. اجي بقى اعمل ايه الجزء اللي في الصدر الامام، اللي هي الابليكه اللي بتبقى على البطن اللي هي بتشد. انا معلمه النص بالخياطه بتاعت ايه بتاعت الورده اللي هي في التطريزه. الحته اللي في النص دي اسماها هي خططت عليها عشان احدد خط النص بردك في التطريزه، اثبتها بدبابيس، وبردك هلف حواليها. هي القماشه التطريزه دي مشطبه نفسها، يعني هي صاحبتها لما خلعتها من على الموديل اللي كانت عليه القديم كانت فكاها بحرفنه، يعني هي عندها بتعمل بايديها كل حاجه، بس اسراجه، بس خياطتها في السراجه جميله جدا، وكمان بتفك الحاجه باحتراف، ان هي ايه لا متقطعه ولا اي حاجه. خيطتها اهو، وهعمل برضك الخلف زيها وعند الوسط بالظبط بعد ما اقيس الوسط. تمام، بعد ما خيطت الاتنين نيجي بقى ايه للكم. ادي الكم اهو، هاجي بقى ايه الطرف اللي انا محطاه على الاسود ده، دي مشطبه نفسها متنيه، فانا بحطها لطش كده على القماش واخيطها عشان لما اجي اقلبها يبقى مش باين خياطه فيها خالص. اهي كده اروح مخيطاها واجي اقلبها بقى زي ما انتوا هتشوفوا كده. قلبناها اهو على الظهر، واروح انا عامله ايه مخيطه الجناب عشان لما اجي اقلبها يبقى مشطبه نفسها بنفس الزاويه بتاعه الكم، اللي هي الكم الاسبان مقصوصه بالاسبان اللي هي البوزه الصغيره دي المثلث دون. اروح اقصها بعد ايه بعد ما اهو بعد ما اقص بعد ما اخيط الجناب اروح اقص الزياده بتاعتنا واروح قلباها اهي. اجي بالزاويه دي كده اروح مدخلاها لجوه اهو، بصوا كده شطبت نفسها بنفسها، يا دوبك اثبتها خياطه من على الحروف بس، وبعد كده الزقها في الكمام كده. سهله جدا، انا عملت قدامكم اهو واحد، وايه بحيث ان انتوا ايه تعرفوا الطريقه، وعايزين تستفسروا منها اكتر رجعوا في الفيديو، رجعوه وشوفوه من البدايه كده معمول ازاي. تمام اهي انا عملتها القصه دي عشان انا مجبره ان انا اعملها كده عشان التطريز هو اللي حاكمني، انما لو انا معايا القماش الذهبي ده والقماش وانا هقصقصه كنت هعمله الشكل اللي انا عايزاه، مش هبقى مجبره على حاجه معينه. اجي كده اجيب النص بتاع الكم والنص بتاع الاسوره القصه دي واحطهم على بعض عشان يبقى الزياده المتساويه بالظبط اللي هي على الطرفين اللي هي الزايده دي، يبقى الاتنين قد بعض. وبرده كان هسيبها لها من جوه لربما عايزه توسع فيها او عايزه تغير اسوره او عايزه تغير شكل تاني براحتها خالص. اهو كده يبقى الكم بالمنظر ده كده. اجي الزقه بقى الكم في الكتف ونعمل خطواتنا الطبيعيه خالص اللي احنا ايه بنعملها كل مره. نلزق الكم وبعد كده نخيط الجناب ونتني من تحت، ويعتبر كده احنا خلصنا الفيديو وخلصنا الايه العبايه، وهوريها لكم تشطيبها ازاي او يعني شكلها ازاي بعد ما خلصت. كده احنا خلصنا الكمام، وببين لكم ازاي ان الكمام جت مظبوطه على قد حاره الجيرو بفضل ايه بفضل الله وفضل النقطه اللي انا بقول لكم عليها اللي هي 2 سنتي فرق عن طول حاره الجيرو. بخيط اهو الجناب وبقفله من بعد الاسوره اهي
بخيطه كده وهي مقلوبه من بعد الاسوره. بقى ممكن بعد كده اقفل، بعد ما اعدل العبايه اقفل جزء من الاسوره نصها كده، بحيث لما تيجي تقلبها ما تتعرش ايديها كلها، وفي نفس الوقت ما تتقلبش كلها، يبقى باين جزء من الاسود وجزء من الذهبي. هوريها لكم دلوقتي بعد ما نقفل ايه الجناب بتاعتنا، الجنبين هنقفلهم. تمام. هي طبعا المقاس كبير على المانيكان، هيبان ان هي القصه اللي تحت السفره الصدر دي ان هي جايه عند البطن، لكن لا، على صاحبتها جايه على الوسط، عشان عامله مقاساتها وهي عشان مليانه، فالعبايه واسعه فمش باينه على المانيكان شويه. تمام. اهو كده احنا الاسوره اهي او بقيه الكم اهو بيبقى بالمنظر ده كده. عايزه تتقلب كده براحتك، فعشان تظبط معانا اهي هنقفل جزء صغير بس من بره كده من الاسوره، عشان لما تيجي تتنيها تبقى مظبوطه ما تقعش منها. لحد هنا هنديها خياطه شيمه بس كده صغيره. عايزه تقلبها عشان حتى لو هي عايزه تسيبها مفتوحه مفروده ما يبينش جزء كبير من الايد. اهو هي كده وخلصنا، وهتشوفوها دلوقتي بعد ما خلصت. وزي ما قلت لكم هي واسعه جدا فمش باينه قوي على المانيكان. بالمنظر ده كده، عشان ما يقولوش ان الحرف اللي هو عند البطن ده نازل تحت كده، لا ده هي عشان واسعه والمانيكان هو القليل، فعشان كده نازل لتحت. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله، ويا رب يعجبكم الفيديو، وما تنسوناش بتعليقات حلوه، ولو اي حد عنده اي استفسار تحت امركم اكتبوا لي في التعليقات. اشوفكم على خير، ويا رب يعجبكم ان شاء الله زي ما قلت لكم. وما تنسوناش بدعوه حلوه بصراحه الحال والصحه والستر لينا ولامه محمد باذن الله، وكل من شاف الفيديو بتاعي ده. شكرا.